السؤال اللي دائما انسأله: دكتور، شنو الأحسن لحالتي؟ هل أسوي فيلر ولا أسوي خيوط؟ عادة أول شي بقول للمراجعة: قبل لا نسوي فيلر وقبل ما نسوي خيوط، أهم شي نشتغل على العضلات اللي فوق عظم الجمجمة أو اللي تحت الجلد اللي بتسوي تجاعيد، مثل العضلات مال العبسة، أو العضلات مال التجاعيد اللي بالخطوط العرضية اللي في الجبهة، أو لما الواحد يضحك بيكون في كسرات حول العين، أو الضحكة الخشمية هذه. لازم هذه نسويها بالبوتوكس أول خطوة. وراها لو المراجعة نحفت بقوة، أو الدهون اللي في الوجه قلت، أو خدها فاضي أو طايح أو سوت تكميم، أنصح إن احنا نسوي فيلر عشان نعبي الخفسات هذه. أما لو في ترهل شديد في منطقة خط الحزن، فأحسن شيء له أنصح بقوة هو خيوط شد خط الحزن من هنا ومن هنا باتجاهين عشان نحصل على أفضل نتيجة.